ركزوا معايا يا رجاله وسيدات، عشان النهارده هبهركم بالرز والتلج اللي في ايدي دول، عشان بشرتنا تبقى قمر قمر طول الوقت وما يبانش علينا السن. وخليني قبل ما اقول لكم ازاي نتعامل مع بشرتنا نعرف نوع بشرتنا. من اكتر الاسئله اللي بتتكرر عليا على طول هو يا شيخ ازاي اصلا نعرف نوع بشرتنا عشان نتعامل مع بشرتنا، وهل كميه الحاجات الغسولات والكريمات واللي هو اللي بيسموها يعني سكين روتين كترها مفيد ولا مضر، وكمان لو احنا كنا بنستخدمها ومره واحده وقفنا ايه اللي يجرالنا. واحده واحده عليا والله هجاوب على كل حاجه، ادوني فرصتي. بس ازاي نعرف نوع بشرتنا؟ الموضوع سهل جدا. كل مطلوب من حضراتكم ان انتوا تناموا، وقبل ما تناموا ما تغسلوش وشكم باي نوع من انواع الغسولات، بس تغسلوا وشكم بميه فقط وتناموا. تنشفوا طبعا وشكم بالمناديل، الفوطه دي تتنسى تماما من وشكم. مش عايزه اشوف حد بينشف وشه بفوطه، هي المناديل القمر بتاعتنا. تمام؟ بعد ما تناموا هتقوموا، قبل ما تعملوا اي حاجه هتجيبوا مناديل وتحطوها على بشرتكم. لو لقيتوا ان المناديل طلع زيت من التي زون والحتتين دول والحته دي، يبقى انتوا بشره دهنيه. لو لقيتوه طالع دهون بس من هنا من التي زون، يبقى بشره عاديه او مختلطه زي ما بيقولوا. طيب لو لقيتوا مفيش اي دهون خالص طلعت في المناديل، يبقى بشره جافه. وموضوع سهل ومش محتاج اي فيزياء ولا كيمياء ولا اي بتنجان. حاجات لازم نوحدها لجميع انواع البشره لازم نعملها، ودي الحاجات اللي بتحمينا من التجاعيد البشره مهما كان نوع بشرتنا. هتحمينا بنسبه كبيره قوي كمان من ظهور الحبوب في وشنا. هنصحى الصبح زي الحلوين، ما نغسلش وشنا باي نوع من الغسول، هنغسل وشنا بميه بس. الغسول ده هنستخدموه بالليل قبل ما ننام، وهفهمكم برضو تستخدموه ازاي واحده واحده. بس اول خطوه هنغسل وشنا بميه بس. كتر الحاجات على وشوشنا غلط، مش حاجه مفيده. تمام؟ وبعد ما نغسل وشنا بالميه هنجيب كروانه وهنجيب تلج ونفضي التلج فيها، وهنحط عليها شويه ميه من الحنفيه عادي درجه حراره الحنفيه، وهندخل وشنا في الكروانه دي او البلاستيكيه دي لمده 5 دقائق، او منها تتمرنوا نفس وفي نفس الوقت نشد بشرتنا. تمام؟ احنا عايزين نبقى دايما رياضيين حلوين. خلاص؟ والله هتنبهري من النتيجه فهتحبي الموضوع. مبدئيا اكتر حاجه كنت بعملها غلط والدكتوره يعني هزقتني عليها، هي ان انا بغسل وشي كنت بغسل وشي في الشتاء بميه دافيه. طبعا اتشلوحت عليها، قالت لي الصيف شتاء ميه ساقعه تلج. فبما ان يعني بقينا في الصيف وعندنا تلج في الفريزر، فممكن نعمل الموضوع ده. لو انتوا ميه الحنفيه هتبقى في الحر ده يعني فتره مش هتبقى ساقعه، فالاحسن ان احنا نعمل جو التلج ده علشان نشد بشرتنا. خلاص؟ الموضوع ده على فكره مفيد جدا، بالذات للناس اللي عندها زي حالاتي الخط ده بتاع المناخير البق ده اللي هو بيبقى عرسون ده. انا الموضوع ده فرق معايا جدا بصراحه. مع بعض الخطوات من الاول: نغسل بشرتنا بميه بس الصبح، بعدين نحط وشنا